كان غايب تماما عن البطولة، وحمزة إدريس ما كان في جو البطولة بعكس طلال المشعل، وضيع حمزة إدريس البلنتي وضاعت البطولة بسبب تلك ضربة الجزاء. فأنا اللي أبغى أوصله للمدرب لحسين عبد الغني يكون قريب. يا أخي ما هو لازم حمد الله يشوت البلنتي، عندك مارتينيز، عندك أيمن يحيى جاهز، عندك أي لاعب. حتى لو هذه النقطة الثانية، أنت ما أنت مجبر أنك تلعب بالتشكيل الأساسي يا فيتوريا، وخصوصا في ظل الخسائر المتتالية. يا أخي ما عندك مشكلة، العب بالصف الثاني، ترى عندك أفضل أسماء، عندك علي لاجامي، عندك الحسن، عندك الغنام، عندك العمري، يعني عندك أسماء كبيرة ممكن تستعين فيها. أضيف إلى ذلك كيم، أنا اللي أشوفه أنه أفضل لاعب حاليا ومستواه ثابت اللي هو كيم، واللي الناس تتكلم. أنا أشوف أن كيم في المباراة الماضية يعني هو وأيمن يحيى، ويمكن اللي يعني أضيفه اللي هو بتروس، ثلاثة أسماء هي اللي حقيقة أنتجت في المباريات اللي فاتت، بعكس سلطان الغنام، مرابط، حمد الله، مارتينيز، بعيدين كل البعد. عبد الله الخيبري بعيد كل البعد عن مستواه. فلازم يراجعوا أنفسهم، وإذا يعني اضطر الأمر أنه يلعب بالتشكيل الثاني. وإن شاء الله بإذن الله مباراة الرائد بكرة يخش الفريق مركز، لأنه أنا لاحظت في الفترة اللي فاتت الفريق مشتت ذهنيا، نفسيا مضغوط، وتحس وخصوصا في آخر 10 دقائق في المباريات، يا في الشوط الأول يا في الشوط الثاني، الفريق مشتت ذهنيا وتركيزه بعيد كل البعد. وهذا اللي أثر يمكن في المباريات الماضية. أتمنى أن فيتوريا، أساسا فيتوريا أنا قاصد يدي منه، لكن أتمنى من حسين عبد الغني مع الإدارة مع اللاعبين شحذ الهمم، يحاول أن الفريق يرجع ويستعيد توازنه. بإذن الله بكرة تتعدل الأمور ونبارك البعض. السلام عليكم ورحمة الله.